خد بالك الموضوع في ان جمله شهيره لها قصه حقيقيه. صلي على حبيبك النبي، لايك وفولو ويلا بينا. كان في مدينه حلب بسوريا امير ذكي شجاع اسمه علي بن منقذ، وكان تابع للملك محمود بن مرداس. حصل خلاف بين الملك والامير، هنا حس الامير ان الملك هيقتله، فهرب الامير من حلب راح دمشق. فيطلب الامير من الكاتب بتاعه يكتب رساله للامير علي يطمنه فيها ويستدعيه للرجوع لحلب مره ثانيه. وظيفه كاتب الملك ساعتها ما كانتش لاي حد، لازم يكون ذكي وفائق المهاره في صياغه الرسائل. كاتب الملك استشعر نوايا غدر الملك بالامير وكتب له رساله عاديه جدا، لكن كتب له في نهايتها ان شاء الله تعالى بتشديد النون. قرأ الامير الرساله وتعجب جدا من الخطا اللي في نهايتها، لان الامير على علم بذكاء الكاتب ومهارته ما يغلطش الغلطه دي. وفي اللحظه دي تنبه الامير ان الكاتب بيحذره من حاجه بتشديد النون، وعلى طول يحضر في ذهنه قول الله تعالى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. وعلى الفور يخط الامير رساله للملك يشكره فيها على افضاله وثقته، ويقول له ان الخادم المقر بالانعام بتشديد النون برضه. فيقرا كاتب الملك الرساله ويفهم ان الامير اتنبه للتحذير ومش هيرجع تاني، وكانه بيقول له قول الله تعالى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. ومن ساعتها صار كل موضوع فيه شك او غموض، يقول لك الموضوع في ان